ظاهرة سلبية تؤثر بشكل كبير جدا في مباراة الذهاب في رادس الجمعة القادمة إن شاء الله. إيه هي الظاهرة دي؟ فرقة الترجي وأنا بحضر آخر 11 مباراة كعينة عشوائية، وقلنا في الفيديو اللي فات إنه رقم غريب وعجيب شوية، إنه في 11 مباراة سجل فيهم 11 هدف وسجلوا 11 هدف. وبالتالي وأنا بشوف الأهداف لقيتهم الظاهرة اللي المفترض إنه كولر يشتغل عليها، اللي هي الربع ساعة الأخيرة من المباراة. بيسجل فيهم اكبر عدد اهداف في ربع ساعة دي. ليه بقى؟ لانهم لاعيبه الترجي بيفقدوا تركيزهم بشكل كبير جدا في الربع ساعة الاخيرة. لو استطاع كولر انه يضغط او يعمل الهجمة المرتدة السليمة في مباراة الجمعة القادمة ان شاء الله. طيب الكلام ده يحصل ازاي بقى؟ الكلام ده يحصل لانه في ال11 هدف اللي استقبلهم مرمى الترجي، خمسة من ال11 سجلهم من الدقيقة 85 والوقت بدل الضائع. وبالتالي انت قريب جدا من 50% من الاهداف اللي سجلت في الترجي في اخر 11 مباراة سجلت من الدقيقة 85 وحتى انتهاء المباراة. وقت قليل جدا، ده الوقت اللي بيفقد فيه لاعبي فريق الترجي تركيزهم، وشكلهم البدني والفني بيقع بشكل كبير جدا. الأدهى من كده إنه الفرقة التونسية كمان في الربع ساعة الأولى من المباراة لقيتهم سجل فيهم 4 أهداف من ال11. يعني الفيديو ده أنا عايز أقول فيه إيه يا جماعة؟ الفيديو ده عايز أقول فيه إن 9 أهداف من 11 هدف سجلت في مرمى الترجي التونسي في آخر 11 مباراة كانوا في الربع ساعة الأولى والربع ساعة الأخيرة من المباراة. طيب إيه المطلوب من لاعبي الأهلي ومدربهم في ماتش رادس تحديدا؟ ماتش رادس أنا شايف إنه يعني نقدر نحسم التأهل إن شاء الله من تونس بإذن الله. إن أنا أنزل بكل تركيز لاعيبة الأهلي، إن أنا أسجل هدف في الربع ساعة الأولى، وبعد كده أعطيه الكورة ووصله لمرحلة الاستحواذ السلبي. ان انا اقرب خطوطي بشكل كبير، يكون عندي لاعب قادر على التحكم في رتم المباراة. لما الكرة اعمل لها استخلاص وافتك الكرة، اعمل التحول وانقل اللعب من نص ملعبي لنص ملعب فرقة الترجي. وبناء عليه انا دايما اعطيله الكرة يدور الكرة من طرف العمق لطرف الاخر وهكذا، وانا مقرب خطوطي وعامل له يعني اجبار على انه دايما طول ما الكرة معاه هو مستحوذ استحواذ سلبي. لكن لما انا هاخد الكرة هتحول بشكل كبير جدا بدقة وسرعة علشان دايما اهدد مرمى. يبقى انا ان شاء الله ربنا يوفق لعيبة الاهلي في تسجيل هدف في الربع ساعة الاولى، ثم اعطيه الكرة علشان اخليه يعني استهلكه بمعنى اصح على المستوى البدني والمستوى الفني، ان انا اوصله للربع ساعة اللي هو بيقع فيها بشكل كبير، وهي الربع ساعة الاخيرة من المباراة. هنا بقى اقدر ان انا يعني اخلص المباراة بشكل كبير جدا، بان انا ان شاء الله اسجل في الربع ساعة الاخيرة اللي قلنا اكتر وقت بيقع فيه لعيب الترجي، اللي هو الربع ساعة الاخيرة من المباراة. تخيل وانا بعمل الاحصائيه لقيت ال5 اهداف من 11 هدف اللي سجلهم في مرمى الترجي زي ما قلنا سجلوا من الدقيقه 85 والوقت بدل الضائع. طيب النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي بتقول على مدار التاريخ ان ده من اكتر الاوقات اللي لاعبي الاهلي مميزين فيها جدا في انهم يخلصوا المباراه. البلاس 90 والوقت اللي قبل كده قادر لعيبه الاهلي ان شاء الله ان هم يسجلوا هدف في الوقت ده. اجمالا والخلاصة في الفيديو ده اللي عايز اوصله لاحبابنا واصدقائنا اللي بيتابعونا، ان الربع ساعة الاولى والربع ساعة الاخيرة من المباراة دول نقطة ضعف كبيرة جدا في فرقة الترجي التونسي. قادر الاهلي ان شاء الله ان هو يسجل في الربع ساعة الاولى، ثم يعطيهم الكرة خلال الربع ساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ثم يقدر الاهلي ان شاء الله في الربع ساعة الاخيرة من المباراة ان هو ان شاء الله يسجل الهدف الثاني، ويكون ده هدف الصعود بإذن الله، ونصعد من رادس بإذن الله. ربنا يوفق لعيبة الأهلي في ماتش الجمعة القادمة بإذن الله. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.